تخيل تكون قاعد في مطعم وعلى لحم بطنك وبتشرح للشيف او للطباخ بلهفه الاكل اللي انت نفسك فيه، وبعد ما تخلص خالص يرد عليك ويقول لك اسف يا فندم طبعه بايظه. طبعه ايه حضرتك؟ يقال ان في المستقبل القريب الاكل شكله هيتحول تماما، وبدل ما يتطبخ هيتطبع. شركات زي بيوند ميت وامبوسيبل فودز بيطبعوا النهارده اكلات كلنا بنحبها وبناكلها وعارفين ومتاكدين ان مصدرها حيواني، ولكن هم بقى قرروا يغيروا المصدر بتاعها ويحولوه نباتي، وانتجوا ما يعرف باسم اللحوم النباتيه. الاسم نفسه يحسسك ان احنا عايشين في عالم موازي، وده عن طريق ان هم بيجيبوا مكونات نباتيه ويخلطوهم مع بعض ويطبعوا منها شرايح لحمه تيبيكال من الحقيقه بالظبط. وكتير على فكره جربوها وقالوا ان الطعم لسه محتاج شغل كتير، مش جوسي. ده غير ان في مطاعم كتيره قوي في اوروبا وبالتحديد في هولندا بقت بتطبع المكرونه والبيتزا 3 دي زي ما الزبون طلبها بالظبط، وشركات تصنيع بقت بتجرب تطبع الكاندي والشوكولاته باشكال واطعمه ما شفناش قبل كده وما نعرفش ننتجها بالطرق العاديه. وعشان كده فكره زي دي شريحه كبيره جدا بتدعمها، وده مش لانها بس هتنتج لنا وصفات واكلات جديده، ولكن لانها هتوفر وقت، هتقلل الفاقد من الاكل، وهتخلي الاكل متاح للناس في اي مكان حتى لو في الفضاء. والاهم من ده كله انك هتريح ست الكل من الوقفه في المطبخ طول النهار. واهلا بيك في انتروبيا.